السلام عليكم، ومعانا النهاردة شرح لدالة فلتر. ولو ما تعرفش انت بتتفرج على سلسلة اهم 4 دوال بحث في الاكسل. يلا بينا. طيب زي ما احنا متعودين في من اول السلسلة، ده الجدول الطلبة بتاعنا وهنروح ونشرحه عليه دالة فلتر. طيب تعالوا كده نشوفه. دالة فلتر انا عايز لما اكتب اسم الطالب هنا يطلع لي بيانات الطالب تحت هنا. بس ميزة دالة فلتر بقى عن باقي الدوال ايه؟ ان كل الدوال اللي احنا شرحناها من اول السلسلة، سواء ان كانت في لوك اب او اكس لوك اب او اندكس وماتش، بترجع قيمة واحدة بس او بترجع صف واحد بس. فعشان كده كنا بنستخدم الاي دي، لان الاي دي ده حاجة يونيك ما بتتكررش في البيانات. ماشي، لكن احنا عايز اكتب اسم الطالب. طبعا اسم الطالب وارد انه يتكرر عادي جدا، مفيش اي مشكله. ممكن يبقى في طالب اسمه احمد وطالب تاني اسمه احمد عادي جدا. فعشان كده انا هستخدم داله فلتر، لان داله فلتر ضافت لنا ميزه جديده في معادلات البحث، وهي انك انت ممكن تبحث عن اكتر من قيمه. ممكن تبحث عن قيمه ويرجع لك اكتر من قيمه او اكتر من صف في البحث. طيب ازاي نعملها؟ انا هكتب مثلا اسم طالب هنا وليكن مثلا احمد اهو زي ما انت شايف، وهاجي تحت هنا على الستودنت نيم بقى، الجدول اللي تحت ده هبدا اكتب داله فلتر. ادي فلتر اهي زي ما انت شايف. طبعا داله فلتر زي ما احنا متعودين، اول حاجه الاري هو يقصد بيها البيانات، فهكتب اسم الجدول بتاع الطلبه اهو ستودنت. بعد كده بيقول لك انكلود هو يقصد بيها الشرط بتاعك او شرط البحث بتاعك. طيب انا هكتب كده الشرط بتاعي بمنتهى البساطه، ان الستودنت نيم اهو، انا بستخدم النيم، فانا هقول له الستودنت نيم اهو بيساوي اللي انا ببحث عنه فوق ده اللي هو ال2، وهثبته باف 4 زي ما احنا ما متعودين. يعني هات لي من العمود اللي اسمه ستودنت نيم، هات لي الستودنت نيم اللي بيساوي القيمه اللي انا دخلتها في الاي 2 بمنتهى السهوله والبساطه. هعمل فاصله منقوطه. هو بيقول لي لو ما لقيتلكش اكتب ايه؟ هقول له مش موجود، اي نص انت عايزه اكتبه غير صحيح مثلا، اي حاجه اهو بالعربي او بالانجليزي اللي يريحك اهو. وهنقفل كده القوس اهو، طلع لي اهو غير صحيح اهو زي ما انت شايف اهو قدامك. ليه بقى؟ لان داله فلتر هنا دقيقه جدا في البحث. لازم اكتب اسم الطالب بالظبط. يعني انا لو كتبت مثلا اسم الطالب احمد، تعالى كده نشوفه اسم طالب كده كامل، احمد عمران مثلا اللي هو ده اهو. تعالى كده ناخده الاسم ده اهو كده كوبي ونكتبه هنا اهو. لازم تكتب الاسم بالظبط اهو، احمد عمران، رجعوا كل البيانات اهو. طيب انا بحب اخلي داله فلتر ذكيه شويه، ودي ميزه الاكسل، ان اي معادلات في الاكسل سواء قديمه او جديده ليها لازمه وهنستخدمها، مع ان داله فلتر حديثه ومن اجدد الدوال اللي اتضافت في الاكسل. بس تعالى اوريك لو استخدمنا معاها معادلتين قدام جدا هيودوا الداله في حته ثانيه خالص. انا هقول له في البحث هنا مثلا، انا هقول له ايه بقى؟ هستخدم داله ايه؟ سيرش. انا هقول له استخدم لي داله سيرش اهو. داله سيرش دي داله من الدوال النصيه، انا شارحها عندي في القناه، بتبحث عن نص معين. طبعا انا مش هشرحها هنا، بس انت المفروض يعني تكون عارفها. طيب انا هنا هو بيقول لك الفايند تكست او النص اللي انت بتدور عليه موجود فين؟ موجود اهو في الاي 2. هروح اشاور عليه اهو، هقول له كده. تعالوا كده نمسحوا الكلام ده كله ونكتبوها بقى من الاول اهو، ونقول له كده اول حاجه عندنا في داله الفايند تكست اهو في الاي 2 اهو، وهثبته. ده النص اللي انا بدور عليه موجود فين؟ هيبقى موجود في الستودنت اهو زي ما انت شايف نيم اهو، ستودنت نيم اهو، مفيش اي حاجه خالص. حلو، وهقفل كده القوس اهو زي ما انت شايف، وهدوس انتر. برده مش هتشتغل. ليه؟ لان داله سيرش هنا بترجع لي قيمه ايه؟ عباره عن رقم. بص كده، لو انا كده جيت بحثت كده عن داله سيرش كده، قلت له اف 9، بص رجع لي ايه؟ رجع لي قيمه عباره عن ايه؟ عن رقم وفاليو وفاليو وفاليو. طب الرقم ده ما ينفعش، داله فلتر ما بتشتغلش عليه. طب عشان نعمله بقى هنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هستخدم داله ثانيه اسمها از نمبر اهو. هقول له از نمبر اهو. هل هو رقم؟ لو هو رقم يبقى هو ده اللي انا بدور عليه، لو مش رقم يبقى مش هو ده اهو. وهقفل كده داله از نمبر اهو بمنتهى السهوله اهو، وهندوسه انتر. بص بقى ايه اللي هيحصل؟ اشتغلت اهو. ليه بقى؟ لان داله فلتر بتتعامل مع ارقام او ترو او فولس، فاهمني؟ فعشان كده خلينا كده فاكرين ان دايما داله فلتر بتتعامل مع قيمه اللي هي الترو وفولس او صفر وواحد. فانا لو جيت كده نشوفه كده، ان لما انا ضفت از نمبر عمل لي ايه؟ بص هتلاقيه بيرجع لي ترو او فولس اهو زي ما انت شايف، او از نمبر. تعالى كده نحدد عليه عشان نعرف بس القيمه اللي بترجع هي عباره عن ايه اهو. وندوسه كده اف 9 عشان الكوست. تعالى كده نحدده من اوله لاخره، وندوسه كده اف 9 اهو. بص عمل لي ايه؟ رجع لي ترو فولس ترو فولس ترو فولس، ودي القيمه اللي عايزاها داله فلتر. عشان ما اخشش في تفاصيل كتير، حلو، لان الاكسل فيه تعمق وداله فلتر فيها بحر من التمارين والافكار، فدي فكره بسيطه حابب اشاركها معاكم يعني. بص كده بقى ايه الفرق لما اكتب كلمه بس ايه؟ احمد
احمد بس اهو، انا فاكر اول 3 حروف وادوس انتر. بص ايه اللي حصل، رجع لي كل الطلبه اللي اساميهم فيها الاي والاتش والام زي ما انت شايف، ورجع لي احمد عمران وامين احمد. حلو، سواء ان كان في الاول او في الاخر، بص رجعهم لي كلهم. ودي ميزه داله فلتر. يعني انا ممكن مثلا اكتب اول اسم بس مثلا اهو وادوس انتر رجعهم لي اهو. ممكن مثلا اكتب علي اهو، انا ما اعرفش اسمه علي ايه اهو، رجع لي عندي 2 علي اهو زي ما انت شايف، واحد اسمه علي عمر، واحد اسمه محمود او محمد علي اهو زي ما انت شايف. دي كده داله فلتر، واديتك تركايه بسيطه في داله فلتر. طبعا داله فلتر او باقي الدوال اللي احنا شرحناها في طول السلسله ليها افكار وكميه معلومات كتيره جدا، هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب. ولو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.